السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معانا البلح السماني ده يا جماعة. لو أنتِ عندِك كمية، أنا كان عندي كمية في الفريزر مفرزاها. طبعًا لمّا بتحطيها هو كان مش مستوي، كان أصفر جامد وكان ناشف، فأنا حطيته في الفريزر، جيت أقشّرها لقيتها مش بتتقشّر معانا. أنا هاعمل بيه إيه؟ فأنا حطيت مَيّة على النار بتغلي، مَيّة سخنة، هنحطه لمدة إيه، لو ما أنتيش قادرة تضبطي الوقت معاكِ هتعملي إيه، هتعمليه كده تقشّريه. شوفي القشرة بتتشال في المَيّة السخنة، الوقت قد ما كان ممكن ياخد دقيقتين 3 مش أكتر من كده، وهنشوف اللي إحنا حطيناه على النار عملنا فيه إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا القشرة بدأت بسهولة تتقشر بعد ما حطيناها في المية السخنة. خدت قد إيه معرفش، تقريبا دقيقتين 3 بالكتير يعني. المهم إن هي تتقشر معاكي بالشكل ده، هتلاقيها إيه سهلة معاكي بسهولة وهتتقشر ومش هتاخد معاكي وقت. وبالطريقة دي فصصناه وعلى النار، وهنحطه على نص كيلو سكر لكل كيلو بلح.